النهاردة هنعمل مع بعض ترش المطاعم. الترشي بتاع المطاعم بالظبط كده، يعني بأسهل طريقة وفي دقايق هتحضريه. يا دوبك تكوني مقطعاه معاكي هيبقى في دقايق. حابة تحطي فيه اي خضار عندك، يعني لو عندك كرنبيط ممكن تضيفي معاه، لو عندك شطة صغيرة ممكن تحطي معاه. إيه، حابة تحطي ليمون كده تقسميه نصين وتديله غلوة بسيطة وتحطيه، مفيش اي مشكلة. المتاح عندك حطيه، دي حاجة بترجع لك انتي. انا المتاح عندي انا هنا هعمله. انا معايا جزر وفلفل واللفت، هو ده اللي كان متاح عندي فهعمله ان شاء الله. لسه شارياه النهارده وهعمله النهارده برضو، وان شاء الله ان شاء الله ربنا معايا كده، وهنزل لكم الفيديو برضو النهارده علشان نقول الاسعار مع بعض ونشوف كده. لو عملناه في البيت هيبقى موفر ولا لو اشترينا من بره. هنشوف كده الطريقة مع بعض. هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهنبتدي إن شاء الله الفيديو بتاعنا كده. آه نسلم كده على حبايبنا. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. فيديو النهاردة خفيف وبسيط، عملته قبل كده معاكم كذا صنف من المخلل. النهاردة إن شاء الله هنعمل مخلل المشكل. اللي بتروح المطعم كده بتشتري، بتقولوا له أنا عايزة ترشي مشكل، تمام، وبيتباع برضو في محلات المخللات كده. آه، هنشوفه مع بعض. الوقت اسعاره كانت الاول الكيلو ب10 جنيه، دلوقتي بقت الضعف وازيد. هنشوف كده لو اشتريناه وعملناه في قلب البيت هيبقى موفر ولا لا. انا هنا كنت بقولك اوعي تقشري اللفت، اوعي تقشريه، اعمليه بنفس الغلاف اللي عليه، بس اغسليه غسيل حلو لو فيه طينه وفيه حاجات من دي. ومش هقولك بقى اغسليه مره ولا اتنين، لا، ده انت اللي شايفه الحاجه في ايدك. لان انا هنا غسلته اكتر من 10 مرات، لانه كان لسه جاي كده من الفلاحين وكان لسه مليان طينه. قشريه حلو ونضفيه. وانا هنا كمان النهارده عملت فيه اللي هي العيدان الخضراء بتاعته، خدت منه كده جزء وعملته فيه، تمام. وبرده الجزر اوعي تقشريه، انا عملته برده بقشره. يعني الجزر اساسا اليومين دولت في منتهى الجمال وشكله حلو ونضيف. بتمسكيه برده تقطعيه وتغسليه غسله حلوه، بتنقعيه شويه وبتغسليه وبتعمليه، تمام. هنا بقى معلش كانت الكاميرا غروشت مني كده وما خدتش بالي. الفلفل هنا انا حطيته مش سليم، قطعته. الفلفل اسعاره غاليه. هنقول مع بعض ان الاسعار. هنا اللفت كنت شاريه ب10 جنيه، تمام. عملت الكميه اللي انتوا شايفينها دي ب10 جنيه لفت. هنا الرابطه عندنا في المكان اللي انا فيه بتتباع ب2 جنيه ونص. الرابطه فيها كام راس كده بيتباعوا ب2 جنيه ونص. اشتريت منه 4، واشتريت الكيلو ونص جزر ب10 جنيه. كيلو ونص جزر ب10 جنيه. طبعا ما خدتوش كله، انا سبت واحدتين اتنين بس وقطعت الباقي. الفلفل ب15 جنيه الكيلو، ب15 جنيه. جبت كيلو، خدت منه كده برضو وسبت واحدتين بس في التلاجة بس لطبق سلطة، تمام. هنا شوفي بقى الكمية اللي معانا هنا كده اشتريناها بكام. اشتريت ب10 اللفت وب10 جزر وب15 الفلفل، تمام. هنا الملح، هنا انا معايا 5 رتل مية. على كل رتل مية 3 معالق ملح. انا كنت الاول بقول على كل رتل ونص ميه 4 معالق ملح. هنا بحط 3 معالق على الرتل الميه لان معايا جزر. الجزر بطبعه بيبقى مسكر شويه، فانت بتزودي الحدق شويه وعلى حسب ما انت حابه. انا حطيت هنا 5 رتل ميه عليهم 15 معلقه ملح كبيره من معلقه الاكل، وحطيت معلقتين صغيرين من معلقه البهارات. شطه حابه تستغنى عنها براحتك خالص، حابه تكتفي بالشطه اللي موجوده براحتك مفيش مشكله. هنا بقى ده مش نفس اللون هنا بقى زي ما بقول لكم كده هي التكه دي. طبعا في محلات في المحلات مش هيجيبوا لك بنجر ولا هيجيبوا الكلام ده خالص. في المحلات بيعملوا ايه؟ هي سنه لون غذائي من اللي احنا بنستخدمه كده في المطبخ، وهي درجه اللون اهيت. سنه صغيره على طرف المعلقه كده ادالك درجه اللون دي. هما كانوا الاول بيستخدموا حاجه اسمها لعله، بتتشرى برضو من عند العطار. فاحنا الوقت خلاص مش متاحة او مش موجودة او مش عندك. هي موجودة عندي بس انا حبيت استخدم المتاح دلوقتي في المطابخ كلها. الالوان دي بقت متاحة في المطابخ وسعرها حلو ورخيص مش غالي. سنة صغيرة على طرف المعلقة ادتك درجة اللون، وزي ما انت شايفة قدامك اهو. ما حطيتش اكتر من كده، يعني انا ما حطيتش ملح وشطة. والمية معاكي ياتي وسنة لون صغيرة. حابة تستغنى عن الشطة وتخليها ملح ومية بس مفيش مشكلة. هيطلع معاكي في منتهى الجمال ان شاء الله. 6 ايام بالظبط وهتاكلي منه هيبقى في منتهى الجمال.
هنا بقول 6 ايام ليه؟ قبل كده كنت بقول 3 4 ايام وهتاكلي منه، لان اللفت بيستوى بسرعة. الفلفل برضو نفس الحكاية بيستوى بسرعة. انما انت معاكي جزر، والجزر هو اللي بيتأخر شوية، لانه بيبقى ناشف يعني امتصاصه كده للملح والمية بيبقى ايه، بياخد معاكي كام يوم كده. هيطلع معاكي في منتهى الجمال ان شاء الله. 6 ايام بالظبط تاكلي منه. ودي درجة يعني شوفي عملك قد ايه براطيم، معايا كبير ومعايا صغير. بتحط كده على وش البرطمان زي ما احنا متعودين على طول. كيس تلاجة بتكوني قصاه، وتمسكي كده تحطيه وتقفلي البراطيم بتاعتك تكون كويسة محكمة، براطيمك متعقمة ونظيفة وكويسة. هتطلعي احلى شوية مخلل، احلى شوية ترشي هتطلعيهم. ترشي بقى مخلل الاسم اللي انت متعودة عليه والاسم اللي انت بتحبيه. تمام. شكل البراطيم قدامك ايه. البراطيم دي انا كنت مخلله فيها قبل كده، بخلل فيها على طول وبغسلها وبعقمها وبعينها كده لغايه ما اجي استخدمها تاني. هنا بتقصي بقى الكيس كده علشان ما يبقاش شكله بالمنظر اللي انت شايفاه ده. وده شكل البراطيم معانا في منتهى الجمال، شكلها حلو قوي وطعمه بيبقى في منتهى الجمال. هتلاقيه موفر جدا عن اللي بره. كيلو المخلل دلوقتي التشكيله اللي انت بتشتريه من بره ب25 جنيه، يعني بقى سعره عالي. انت بال25 جنيه هتعملي معاك البراطيم ديت يعني كميه حلوه. اقل برطمان فيهم معدي ال2 كيلو، البرطمان الكبير ده اكتر من 4 كيلو. يعني شوفي الكميه معاكي قد ايه، وبحاجه بسيطه وبتكلفه بسيطه. يعني مهما الحاجه تغلى انت هتعمليها في البيت اوفر واحسن وانضف وكل حاجة. تمام. وهتعملي كمية حلوة، مش هتشتري كمية قليلة من بره كيلو هيخلص بسرعة. انت هتعملي كمية تفضل معاكي فترة وعلى حسب استهلاكك واستخدامك. هنا حبيت ان انا اشارك الفيديو معاكم، وبرغم ان انا كنت عاملة قبل كده الليفت، بس حبيت ان انا اعمله معاكم. انت لو حابة تزودي بقى اي نوع خضار زوديه براحتك. يا رب الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم، ويا ريت ما تنسونوش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. آه، ويا رب الطريقة تعجبكم وتنول اعجابكم، واشوفكم كده في رعاية الله وفي حفظه وفي امانه، وسنة سعيدة عليكم يا رب.